السلام عليكم خوتي وخواتاتي العزاز، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. كتجي مع رمضان. اول حاجه غنبدا بها كنشكر الناس اللي مدعميني، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وتعليقاتكم كتفيدني. وكنتمنى لكم الخير والتوفيق والتيسير للجميع ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد التحليه للفطور او للسحور. كنفضلها للسحور صراحه، غزاله ورائعه، واكيد غادي تنال اعجابكم. وقبل كل شيء غنهديكم واحد الوريده من الجريده ديالي، عربون محبه ديالكم كاملين. كنحييكم، عرفتي ريحتها يا سلام. ها هي الوريده ديالي، وبسم الله على بركه الله. مقادير هاد التحليه ديالي على الشكل كاطو اللي عندك في الدار او اللي تفضلي تستعمليه. انا خديت هذا ديال الشاي، يعني كديري تقدري تاخديه مع دوازات مع اتاي، صراحه كيجي مزيون. كذلك عندي هنا 2 معالق ديال السكر سنيده، عندي 2 معالق ديال كريم باتيسير تقدري تعوضيهم بالنشا، عندي واحد فلون ديال الكراميل، عندي واحد بيرلي، والحليب نصف لتر، يعني كيبقى حسب زعما الاشخاص اللي عندك في البيت القدر اللي تستعمليه. وغادي نزين بالزبيب واللوز، التزيين كيبقى اختياري، وواحد الكريمه ان شاء الله غادي نزين بها كذلك. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو في التقدير ديال الوصفه ديالي. دابا ان شاء الله غادي ناخذ داك الكاطو ديالي بهذا الشكل، شويه مقرمش. هو الكاطو ديالي كتشوفوا ما قتلتوش بزاف، انا خليته هكاك مازال شويه. غادي ناخذ الزبيده ديالي اللي انا دوبت، غادي نحاول نكب عليه شويه الزبده دوبتها، غادي نكب عليه مكفاتنيش، غادي نحاول نزيد شويه. هذا هو الكاطو ديالي، بعد ما زدت ليه شويه ديال الزبده صافي غادي نخليه هنايا هو واجد. غادي نوجد لاكريم. اول حاجه غادي ندير 2 معالق ديال سنيده، التحليه كتبقى حسب الرغبه. غادي نضيف ليها داك الساشي ديال فلون ديال الكراميل، كذلك. وغادي نضيف الحليب، عاد نضيف الكريم باتيسير ديالي. الحليب منكبوش كامل، بالطريقه هذه ما كيتحببش ليا الفلو. غادي نكمل الحليب ديالي كامل، وعاد غادي نضيف لا كريم باتيسير 2 معالق كبار. غادي نخلط نحط الخليط ديالي يتمزج. قبل ما نوضعوه فوق النار ساقات كتزولها الجبن بيرلي،
كرواسون ديالي. كنحاول نضغط عليه بهذا الشكل هذا. ملي كتقاديه صافي كتضيفي ليه داك الكريمه حتى باقا بارده باقا سخونه قبل ما تبرد، بغيت نقول بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ شويه د الكريمه بهذا الشكل هذا، غنطلعها قدامكم للتزيين فقط. التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه. غنطلعها ونتلاقاو ان شاء الله. كناخذ ديك اللوز ديالي مع شويه الزبيب نديرو هكا في الوسط. كذلك ندير هنا شويه ديال نضيف لها شويه الزبيب. كتقدميه بهذا الشكل هذا راقي، كيجي زوين متكامل وبنين. نتمنى تجربوا من الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا كيف كان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. نتمنى نال اعجابكم. بصحه ورحمه. دابا غندخلها للثلاجه تتبرد، عاد غادي نقدمها ان شاء الله.